تعالوا نعمل مع بعض تشيز كيك بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان نعمل كمية كبيرة تقدر نحفظها في التلاجة لأكبر فترة بأقل تكاليف، وكمان ممكن نعمل نكهات مختلفة. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمله ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الحبيب. معايا هنا بسكوت عادي، بسكوت شاي، وبسكوت لوتس. طبعا الكمية حسب ما انتي عاوزة. تعالوا بقى نطحن البسكوت ده ونشوف هنعمل فيه. هنا اخدت بسكوت اللوتس طحنته الاول، هنزل عليه بقى زبدة. طبعا سيحتها في الميكرويف، هنزل عليه بيها. انا هنا حاطه حوالي 150 جرام زبدة، طحنتها كويس معاه، وهبدأ انزلها كده في بولة، واطحن البسكوت التاني، بسكوت شاي عادي، وبرضو بنفس الطريقة هنزل عليه ب150 جرام زبدة متسيحة، واديله كمان ضربة. طبعا الزبدة كانت سخنة، فانا حاليا البسكوت دافي من الزبدة. جبت البولات دي، وكمان جبت العلب دي، بحيث ان انا اعمل علب اقدر يعني احفظها زي ما احنا شايفين كده. هبدأ بقى اوزع البسكوت بتاعي في العلب، بوزعه بقى في العلب. وهجيب دلوقتي بعد ما اعمل الكمية كلها في البولات زي ما احنا شايفين كده، جبت هنا فنجان صغير، بدأت اضغط عليه علشان اخليه يمسك بأي حاجة متوفرة عندي. اقدر اضغط عليه علشان اخليه يمسك في العلب بالمنظر ده. بعد ما سويته بالمنظر ده، هبدأ بقى اعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية معايا هنا، معايا كوباية كريمة خفق. كوباية كبيرة كريمة خفق، هنزل بيها مع 3 معالق كبار من كريم جانتيه عادي، بودرة كريم جانتيه. هبدأ بقى اضربهم مع بعض كويس جدا. زي ما احنا شايفين كده، حتى كمان حسيت ان الكمية زادت. هنزل بقى ب اي جبنة كيري موجودة عندك. انا هنا نزلت بحوالي 10 قطع من الجبنة العادية الكيري العادي. تقدري اي جبنة كريمي موجودة عندك تنزلي بيها عادي. انا كانت متوفرة عندي الجبنة دي فاستخدمتها. معايا هنا بقى قطعتين شوكولاتة بيضة، حطيت عليهم نقطة زيت وادخلهم الميكرويف. ده بيساعدوا على التماسك وبيعزز طعمه. وحطيت كمان معلقتين سكر بودرة، معلقتين كبار سكر بودرة. وده كيس كريم كراميل بيدي طعم جميل جدا، كمان نقدر نستغنى عنه، يعني اختياري. ده طبعا معلقة الشوكولاتة اللي انا سيحتها نزلت بيها، ومعاها طبعا فنجان صغير من القشطة. كده الخليط بتاعي بدأ يبقى جاهز. دي الخطوة التانية من التشيز كيك. زي ما احنا شايفين كده القوام بتاعه بالمنظر ده. انا بقى عملت ايه؟ انا قسمت الحشو على جزئين، علشان هعمل جزء بطعم وجزء بطعم تاني. طبعا الجزء الاولاني ده انا كان عندي شوكولاتة عادي، شوكولاتة
اي شوكولات موجود عندي. لو مش متوفر عندي شوكولاتة سايحة، ممكن انا اخد جزء من شوكولاتة المطبخ واسيحه في الميكرويف، بس انا كان متوفر عندي فحطيت منها معلقتين كبار. وهنا دي زبدة اللوتس برضو معلقتين كبار. يبقى انا كده عملت طعم بالشوكولاتة وطعم بزبدة اللوتس او باللوتس يعني. جبت هنا بقى كيس حلواني وحسيت ان هو هيبقى افضل في التشكيل، وفضيت بيه في الحشو اللي هو اللي فيه الشوكولاتة. هنا كده اخدت الاول حشو اللوتس، بدأت بقى اشكله بالمنظر ده كده. طبعا هبل بمعلقة، يعني انا هوزع الحشو على البولات كلها، وبعدين هجيب معلقة ابلها في مية وابدأ اسويه. زي ما احنا شايفين كده هبدأ اعمل الكمية كلها وابدأ اسويها. ده كده انا جهزت كل البولات اللي فيها البسكوت اللوتس. تقدري انت كمان تعملي حشوات مختلفة، وتقدري تدخلي الأطعمة اللي انت عاوزاها. عايزة تحطي صوص فراولة مع الحشو، تحطي ومن فوق تزوقي بصوص الفراولة، او بالفراولة عاملة كريمة الفراولة. يعني تقدري انت تعملي الحشوات اللي انت عاوزاها بالأطعمة اللي انت عاوزاها. دي بقى كانت المرحلة التانية، اللي هو بسكوت الشاي العادي، حطي اللي هو الحشوة اللي بالشوكولاتة. هنا سيحت شوكولاتة مطبخ برضو وزينته بيها. دي المرحلة التالتة. اديته بقى رشة من فوق كده بسكوت عادي كنت طحناه، بدأت ازين بيه. اما بقى بالنسبة لبسكوت اللوتس، بدأت برضو انزل بيه بصوص لوتس. برضو هسويه برضو بالمعلقة. فانا بحطه بطريقة عشوائية، بحيث ان انا هفرده بعد كده بالمعلقة. وبعد ما ظبطته برضو طحنت بسكوت لوتس وبدأت ارشه من فوق كده عليه. عمل بقى معايا الكمية دي كلها. وعلى فكرة كان طعمه حلو جدا مميز. تقدري تعمليه لولادك بتكلفة اقل وزي ما انت عاوزة. وده كان شكله النهائي.